بأحد المدارس الأهلية بالنجف سنة 2018 دخلت الإدارة فكرة جديدة: كاميرات مراقبة بكل صف. الفكرة كانت للسلامة ولحماية الطلاب، بس ما حد كان يعرف إنه هاي الكاميرات رح تكشف أشياء ما حد يتخيلها. أول أسبوع الوضع طبيعي، الطلاب ملتزمين، المعلمين يشرحون، الكل مرتاح. بس بعد فترة قصيرة واحد من أولياء الأمور طلب يشوف تسجيل الصف. ابنه كان يرجع للبيت ساكت وعليه ملامح غريبة. الإدارة وافقت وراحوا يشوفون الفيديو وانصدموا. اللقطة كانت واضحة، المدرس واقف يشرح وفجأة يصرخ على أحد الطلاب، يمد إيده ويضربه بعنف. مو بس توبيخ، كانت صدمة للجميع. بهاللحظة تغير كل شيء. المعلم تم استدعائه، ولما شاف الفيديو ما أنكر. قال: أنا صار لي 20 سنة أدرس، هاي طريقتي وما أحد اشتكى قبل. بس هذا الجواب ما كان كافي، لأن الزمن تغير والتكنولوجيا دخلت حتى بالمدارس. أيام زمان كانت كلمة الطالب ما تسمع، بس اليوم الكاميرا صارت تحشي بدل الطفل. المدرس انسحب، قدم استقالته، وصارت هاي أول حالة كاميرا تغير مصير معلم. والأغرب بعدها بشهر زادت المدارس اللي تنصب كاميرات، مو بس للمراقبة بل لحماية الأطفال من الظلم. بس تدري، بعض الطلاب صاروا يمثلون لأنهم يعرفون إنه الكاميرا تباوع. هي رح نحزيها بالفيديو الجاي.